بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتجدى بها الحوائج. قلت النهاردة إن أنا واقفة بقى في المطبخ وبعمل كيكة، حلويات يعني. فقلت بقى فرصة إن إحنا هنتكلم عن تفسير رؤية الحلويات في المنيو. الأول بقى أقول لكم على مقادير الكيكة: 3 كوبايات دقيق و3 بيضات وكوباية ونص سكر وكوباية زبادي و3 معالق قشطة على سمنة، علشان خاطر الكيكة لما بتتعمل بالقشطة بتبقى جميلة أوي. أول حاجة طبعا هنكسر البيض. كنا زمان بنعمل ايه، نمسك بيضة بيضة كده ونروح ايه نشوفها لوحدها، لان ساعات البيض كان بيبقى فاسد. فدلوقتي يعني بقينا على طول نعملها كده بالبركة يعني. طبعا قدام هنعمل بيض يبقى لازم فانيليا، وبرضك زيادة أمان علشان خاطر ريحة الزفارة. أنا بحط نبعة يا إما نسكافيه يا إما نبعة قهوة، يعني حاجة بسيطة قوي علشان خاطر تضيع ريحة الزفار. ده بالنسبة لو هضيع زفارة البيض. هنتكلم بقى عن تفسير رؤية الحلويات في المنام. الحلويات في المنام من الرؤى المبشرة. كان زمان يقولوا لو حد حلم بحلويات دي نكد وزعل وضيقة. لا، تفسير غير كده خالص، لأن الحلويات دي من المبشرات بالخير، ومن الحاجات اللي هي لو شخص حلم بيها فده يعني يبشر خير، ان الامور ان شاء الله هتدخل له بالفرح والخير والسعاده. وزي ما احنا قلنا الأحلام بتختلف من شخص لآخر، سواء كان رجل أو سيدة متزوجة أو بنت لسه ما جوزتش أو طالب علم. فبتختلف الرؤية من شخص لآخر وحسب الرؤية. وزي ما احنا قلنا كل أكل بنشوفه مستوي وطعمه حلو في الحلم أو شكله حلو، فدي بتبقى بشرة خير للرائي، وبتبقى أخبار جاياله أو رزق واسع جاياله، أو أمور هتدخل عليه بالفرح والسعادة. لو شخص حلم ان هو لسه بيعمل حلويات، مثلا كيكة او بسبوسة او كنافة، واقف مثلا بيسويها وابتدى لسه ان هو بيجهز في حاجتها، قام من النوم ان هو لسه ما كملتش، فده مشروع هو هيدخله او امر هو بيفكر فيه ولسه الامر ده ما اكتملش. لكن لو شخص حلم ان هو واقف وكمل الحلويات ديت واستوت، فالامر اللي هو بيفكر فيه ان شاء الله هيكمل له بالخير والفرح والسعادة. طب لو شخص حلم ان هو راح مثلا مناسبة ولقى سفرة مليانة حلويات، الحلويات دي هو خد منها، فده رزق ليه نصيب فيه. لو لسه ما خدش منها، لسه برضك رزق جايله في الطريق، بس لسه ما انش الاوان ان هو ياخده. يعني ان شاء الله هيجيله، بس ايه، لسه ما جالوش نصيب ان هو ياخد منه. بس قدام شافه ده بشرة خير ليه، ان امور ليه هتدخل ليها بالفرح والخير والسعادة. ولو بنت حلمت بحلويات وشكلها جميل او شخص ده حلويات في الحلم، فده بشرة خير ليها، ان هي ان شاء الله ربنا هيكرمها بعريس كويس وذو شأن عالي، وهيكون ميسور الحال، لان الحلويات رزق سريع ورزق واسع. لو سيدة متزوجة حلمت انها معاها حلويات، طبق حلويات، صينية كنافة، صينية بسبوسة، أو يعني شكل حلويات كويس، ده بشرة خير ليها بالذرية الصالحة، إن أمورها مستقرة. ولو شخص بيشتغل في التجارة أو طالب علم حلم بالحلويات، فده بشرة خير ليه، إن هو رزق وفير ليه. وبالنسبة لطالب العلم إن هو ده نجاح سريع ليه بالنسبة له، ودرجات عالية ليه، وأمور هتتيسر له بإذن الله. ده بالنسبة لرؤية الحلويات في المنيو. احنا طبعا بقى هكمل معاكم الكيكة. ان احنا هنعمل ايه، اول حاجة بنضرب البيض كويس جدا، وبعدين بنزل عليها بالسكر. زي ما احنا شايفين كده بضرب البيض كويس قوي.
اللي نجح الكيكه بقى ان انا انزل السكر واضربه مع البيض كويس قوي لغايه اما يبقوا زي الكريمه. ده بيفرق في قوام ده بيفرق في قوام الكيكه قوي. يعني لو انا ضربت السكر مع الكريمه، السكر اسفه مع البيض، وتبقى زي الكريمه، ده بيخلي الكيكه هشه وبتبقى ناجحه معايا. وبعد كده بنزل بالدقيق. يعني انا هفضل اضرب في البيض بالسكر زي ما احنا شايفين كده. القوام بقى بصوا كريمي، يعني البيض مع السكر بقى بالطريقه دي. ده بينجح الكيكه جدا. احنا اهم حاجه بس نضرب البيض مع السكر كويس قوي. بس طبعا بضرب البيض الاول، بعد كده هحط الزبادي، وبعدين هحط الدقيق، وادي القشطه بالمعلقتين الزبده. وهحط الزبادي بتاعي. الزبادي برضك لو الزبدية كبيرة بحط نص الكوباية، وهضرب كويس جدا اهو بقية الزبدة. وهنا انا بقى حاطة مع الدقيق قشر استفندي. ده بيدي طعم حلو قوي في الكيكة وطعمه مختلف. يعني احنا نعمل حاجة كده مختلفة، مش شرط تبقى الحاجة كلها تقليدية. وطبعا ما ننساش البيكنج باودر علشان هو ده اللي بينجح الكيكة ويخليها هش. انا بحط نص كيس البيكنج باودر. هعملهم بقى واقول لكم هوريها لكم في الاخر ان شاء الله. دلوقتي بقى احنا كده الصينيه هي عندي انا بطنتها بالدقيق وبالسمنه، وهنزل عليها بقى بخليط الكيكه زي ما احنا شايفين كده. عايزه اقول لكم ان الخبيز في البيت او ريحه الحلويات في البيت كده لما نعملها بنفسنا بتدي كده طاقات ايجابيه وفرحه جوه البيت. ولو في اطفال بيبقوا فرحانين طبعا بريحه الحلويات. فزي ما انا قلت لكم بقى الحلويات دي من المبشرات بالخير، وما ناخدهاش دايما انها نكد وزعل وضيقه. اللي مش حلو في تفسير الحلويات لو هو شخص حلم بمثلا بحلويات شكلها مش حلو، ملخبطه في بعضها، طعمها في الحلم مش حلو، فده بيبقى انذار لمشاكل. زي ما انا قلت لكم كل اكل بيبقى فيه طعم مش حلو فده بيبقى انذار لمشاكل. وزي ما احنا اتفقنا ان الاحلام مبشرات ومنذرات. بصوا احنا هنعمل الكيكه كده اهي، وهدخلها الفرن بس هسويها طبعا كويس، وهرجع بقى اوريها لكم لما تستوي. زي ما احنا شايفين بقى كده ادي الكيكه اما طلعت. هي طبعا بس لسه سخنه وانا منزلاها. بس شايفين بقى الحلويات زي ما بقول لكم، مش قادره اقول لكم على ريحتها جميله قد ايه. وجربوا كده تعملوا حلويات في البيت، حتى لو اللي مش بيعرف يعمل يجرب في كميات بسيطه، وان شاء الله تطلع الحلويات تطلع حلوه بين ايديكم. وزي ما قلت لكم تفسير الحلويات في الحلم من المبشرات بالخير. يا رب دايما كده ابشركم بالخير. ما تنسونيش في اللايك والشير.